النهارده هنجرب سماشت. اخر مره جربنا سماشت كان في مقارنه، بس كلكم قلتوا لنا لازم تجربوا سماشت لوحده، وهو عامل 4 سندوتشات جداد، فقلنا نجربهم لوحدهم كده ونقول لكم راينا فيهم. يلا بينا. هنبدا باول ساندوتش من الساندوتشز الجديده في سماشت اللي هو مو تشيز. اي ساندوتش عند سماشت كده كده بيبقى معاه فرايز. نفتح المو تشيز. مو تشيز. المو تشيز البيف باتي عليها موتزاريلا ستيكس وامريكان تشيز، بيجي صوص، انا مش عارفه ايه هو البيجي صوص ده، ورو انيون وخس وبيكلز. بحب ادوق البطاطس الاول. ممكن ندوق البطاطس؟ اوكي. احنا ندوق البطاطس. هي كيرلي فرايز عليها ملح ومقرمشه نص نص علشان خاطر طبعا التوصيل، وهي بقى لها حبه بصراحه. البطاطس بتاعتهم من اكتر البطاطس اللي بتيجي حلوه بصراحه، يعني من اول ما احنا ما كنا بنجيبهم من قبل ما نصورهم اساسا. ندخل بقى على المو تشيز. الحمد لله نسيت تلبس جلافز. ايه ده؟ صح، ده اللي بيحبوا الجبنه الامريكان والموتزاريلا والحاجات دي حلوه قوي بصراحه. طعم البرجر باين، الصوصات اللي موجوده عليه حلوه برضو، يعني ساندوتش كله لايق مع بعضه. عشان احنا نسينا نقول السعر. المو تشيز سنجل ب 169 جنيه. اللي بعده انت هتختار. أوكي. ماشي. تعملي ايه؟ مش عارفه. طيب قول لي بابا روم ولا باد بوي؟ باد بوي. بابا روم ده واضح ان هو فيه مشروم فهيطلع حلو. ايه ده؟ صح. ايه ده؟ برافو عليك، انت شاطر. انت كل اصل انا اللي منقياهم مش هو، بس هم كده كده 4 جداد. معرفش بقى هو عمل سنيك وشافهم ولا لا، بس انا المسؤوله عن ان انا اجيب الحاجه. افتحوا بس الاول كده. شكله فيه بيكن. بيكن طبعا. الباد بوي ب 169 جنيه. الباد بوي كده كده هو دبل سماش برجر عليهم بيف بيكن وامريكان تشيز وباد بوي صوص. كان عندي تعليق قبل كده على البرجر ان هو في مره من المرات كان في طعم فاتس كده مضايقني. المره دي لا، مفيش الطعم ده خالص بصراحه، والصوصات اللي عليه بالانسد ومش زياده، فانا بالنسبه لي ده على اللي قبله. حاطين كذا طبقه بيف بيكن فوق، كميه الجبنه حلوه، الصوص حلو، وفي لسعه حراق كده. طيب في واحد من دول تشيكن وواحد منهم لحمه، انت هتختار من غير ما تعرف الاسماء عشان انت بتعرف بالاسم. انت بتصعبيها عليا. ايوه يعني. اختار ده ولا ده. في واحد مقلبز وفي واحد نص مقلبز. صح. اكيد المقلبز هو اللي فيه فراخ، اوكي. واللي مش مقلبز فيه لحمه. يعني انت اخترت انهو؟ اللي مش مقلبز. طيب البابا روم طبعا فيه مشروم. هقول لكم سعره سنجل ب 169 جنيه. هو السعر الساندوتشز الجديده كلها ب 169 جنيه. الحلقه دي ب 169 ايوه بالظبط. البابا روم بقى البيف باتي نفسها برده محشيه جبنه وعليهم مشروم وبيف بيكن وعليهم رانش صوص. وده شكل البابا روم. انا بالنسبه لي الساندوتش حلو قوي، بس هو غير اللي فاتوا كان الصوص مظبوط. هنا حاسس ان الصوص قليل شويه. طعم البيكن والمشروم تمام، محتاج بس شويه صوص زياده يبقى اطرى من كده. اللي بعده اخر ساندوتش معانا اسمه هاف ونص. مش عارفه ليه افتكرت نانسي عجرم. هي نانسي عجرم اللي هي بتقول لا كان ونص. وكان ونص صح. ده هاف ونص. بس ده هاف ونص. هو هاف ونص يعني غالبا نص ونص. انا افتكرته ان هو يعني هاف ونص، ان هم كاتبين هاف هنا ومترجمينها بقى ان هو ونص، يعني اسمه نص، فاهم. الهاف ونص عباره عن سماش برجر وعليه تشيكن ورويال صوص وامريكان تشيز. هو سماش برجر عليه فراخ، دي هي اللي ايه انا مستغرباها شويه. ده شكل الهاف ونص. انا ضايقه طعم الاتنين كويس قوي. في بيكلز وفي صوص. الصوص هو اللي محتاج يبقى زياده شويه علشان الساندوتش يبقى اطرى من كده، لان الفرايد تشيكن بتحتاج صوص عشان البريدنج اللي عليها. بص هو مش ساندوتش برجر، هو ساندوتش فراخ اكتر من البرجر. يعني ساندوتش تشيكن ستريبس وعليه بدل التركي مثلا او بدل البيكن اللي بيبقى على الفراخ عليه برجر. نلخص. يلا بينا. جربنا النهارده 4 سندوتشات جديده من سماشت. بصراحه الحاجه المشتركه ما بينهم ان كل ساندوتش متركب صح. فكره اصلا ان هم يدخلوا برجر محشي جبنه دي لطيفه، لان في ناس بتحب جدا الجبنه وبتحب البرجرز اللي محشيه جبنه. انت انو اكتر ساندوتش عجبك؟ انا اكتر ساندوتش عجبني الباد بوي اللي هو كان فيه بيف بيكن كتير. أيوة وصوص. ده خطير. واللي بعديه على طول البابا روم علشان خاطر طبعا في مشروم واحنا بنحب المشروم جدا. اللي بعدهم الفراخ، واخر واحد بتاع الجبنه معرفش انا موتزاريلا ستيكس مش حبيبتي قوي، بحبها بس بحس ان هي علشان هي يعني فاينل برودكت، هي اكنك حطيت بطاطس كده جوه الساندوتش. يعني موتزاريلا ستيكس كانت سايد بتتاكل جنب الساندوتش، هي حاجه مقليه وخلصت خلاص المفروض ناكلها. وكده نكون جربنا ال4 سندوتشات الجديده من سماشت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، ونشوفكم الفيديو الجاي.